مفصل منتدى الضمير يعود على الخبر تعتبر صحيح. رواسية هذا نكرة. حكمه نكري. فقلنا بدأ المدرس شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء الصف الخامس العلمي والأدبي في شرح موضوع جديد. طبعا اليوم ما عندنا قواعد، اليوم عندنا أدب. موضوعنا هو جميل بثينة. طبعا أنا طبعي غالبا ما أشرح الأدب لأن أنا موفر ملازم شارح لك بها الأدب، سؤال وجواب، يعني تهكير للموضوع، مهكر لك إياه. بس بسبب طلبات الطلاب الكثيرة أستاذ اشرح لنا أدب، أوكي راح أشرح لك إياه وراح أشر لك على الملزمة. طبعا أنا راح أعتمد وياك على الملزمة. ملزمتي اسمها التاج في اللغة العربية، ملزمة مفصلة تفصيل طلاب، من أقوى الملازم في العراق بإذن الله. مو أنا أقول عليه، الطلاب هي تقول عليه. يعني طريقة طالب نحو 100 مطابقة لشرح اليوتيوب، قواعد، أدب، بلاغة، كل شيء، حل التمارين، أسئلة إثرائية مخليلك، أفكار. والحلو بها مطابقة لشرح اليوتيوب، يعني تفتح القواعد تلقى نفس الأمثلة ونفس الشرح اللي جاي شرحه على اليوتيوب. الأدب كذلك ماشي. طبعا هاي الملزمة اللي يسأل عنها متوفرة في كل أنحاء العراق. انضم بقناة التليجرام، موجود الرابط مالتها بالوصف وبالتعليق المثبت. بقناة التليجرام مخلي لك شنو هو؟ مخلي لك المكاتب اللي متوفرة بهاي الملزمة، ومخلي لك مكاتب أيضا توصل لك إياها توصيل للبيت. اسمها الملزمة التاج في اللغة العربية. طلاب ضروري تشترك بقناة التليجرام، ضروري، لأن هاي القناة هتابعك بها للسادس الإعدادي. ماشي يا قلبي؟ زين، موضوعنا هو جميل بثينة. طبعا هو مو اسمه جميل بثينة، هو اسمه جميل بن عبد الله. جميل بن عبد الله اسمه، بس يحب وحده اسمها بثينة لحد ما مات فسموه يلا خلينا نصيح له جميل بثينة. شو مثلا اسمك خرويط، تحب سلومة. مثلا واحد اسمه خرويط، انت مثلا اسمك خرويط فرضا. خريوط عفوا، لا خرويط، اوكي خرويط احلى. اوكي تحب سلومة. انت لحد ما متى ظليت تحب سلومه؟ فشي يصيح لك خرويط سلومه. خرويط سلومه تعال، هذا نفس القضيه خطيه، الله يرحمه. ماشي. طبعا هو اسمه، اذا يقول لي ما اسمه اقول له هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي، ولد سنه 40 هجريه. اذا يقول لي شنو اسمه. طبعا بيش اشتهر بهذا اللقب جميل بثينه. لماذا؟ لانه هو كان يحبها هواي. ظل جميل ظل اسيرا لحب بثينه حتى مات، حتى وافاه الاجل سنه 82 للهجره. ماشي. فاذا اقول لك بما اشتهر الشاعر، يعني بيا لقب اشتهر، انت تقول اشتهر بجميل بثينه. بجميل بثينه. لحظه خلي اطلع اشتهر بجميل بثينه. لماذا؟ لحبه الشديد لها، يعني لبثينه. اقول لك بما عرف شعره، تقول لي شعره كان رقيقا ناعم مرتب. زين، ما الاغراض الشعريه التي كانت اقرب له؟ الاغراض يعني المواضيع. شنو يعني الاغراض؟ يعني المواضيع. يعني يا مواضيع كانت اقرب له يحبها يكتب بيها. فيقول لي كان للغزل كان الغزل هاي التعريف. شوف هاي نوبات اكو اخطاء بالطبع. شوف الغزل والنسيب اقرب له من باقي المواضيع. النسيب اهم نوع من انواع الغزل. الغزل تعرف شنو يعني؟ تعرف شنو الغزل؟ زين، قصيدته للحفظ 10 ابيات، راح اقرا لك اياها بالتلحين حتى تحفظ لي اياها. يلا نقول بسم الله. القران واستغفر الله. زين. فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل فعول مفاعيل فعول مفاعل. ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود. فنغنى كما كنا نكون وأنتم صديق، وإذ ما تبذلين زهيد. خليلي ما أخفي من الوجد ظاهر، ودمعي بما أخفي الغداة شهيد. إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي، من الحب قالت ثابت ويزيد. وإن قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت ذاك منك بعيد. فلا أنا مردود بما جئت طالبا، ولا حبها فيما يبيد. فأفنيت عمري في انتظار نوالها،
وأبليت منها الدهر وهو جديد، علقت الهوى منها وليدا فلم يزال إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وقد تلتقي الأشتات بعد تفرق وقد تدرك الحاجات وهي بعيد. هاي ظل ردد بها لحد ما تحفظها. هاي بالنسبة للمعاني مالي. هاي شنو هاي شنو هاي المعاني مالتها. هاي المعاني تحفظها انت ولا يعني انقضى نغنى يعني تقيم وهكذا. زين، هنا أنا أسئلة التحليل تحليل النص. هنا يسألني طلاب يقول لي ما الذي ميز أسلوب الشاعر في قصيدته؟ يعني من المناقشة طبعا شنو تميز أسلوب الشاعر بالقصيدة؟ تقول له هو الأسلوب السهل الذي يوصل المعنى المراد منه ويطغى عليه الشعور الصادق العفيف ليعكس الطهر والعفاف الذي ميز الحب العذري والذي حمله جميل لحبيبته بثينة. يقول لي الأسلوب اللي كتب لي الأسلوب اللي إجاني بقصيدة جميل بثينة أسلوب سهل يوصل المعنى ويخلي الشعور طاغي، الشعور العفيف طاغي. هذا الأسلوب يساعد يخلي هذا الأسلوب اللي استعمله جميل بثينة يخلي الشعور يظهر، يخلي مشاعر جميل بثينة تظهر ونحس بها احنا كقراء للقصيدة، ليعكس الطهر والعفاف اللي ميز حب جميل بثينة عن غيره من حب الناس. لأن تخليها ببالك ترى الحب نوعين، عذري وحسي. الحب العذري هو الحب الجميل الصادق الطاهر. الحب الحسي مو زين، هذا الذي يصف مفاتن المرأة ويكشفها للسامعين. ولكن حب جميل بثينة كان حبا عفيفا طاهرا. سؤال آخر يقول لي قرن الشاعر جميل بثينة الحبيب بالشهيد، أين تجد ذلك في قصيدته ولما ربط بينهما؟ طبعا هو شو يقول بالقصيدة؟ يقول لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. يعني هنا جميل بثينة اعتبر الحبيب شهيد بهذا البيت. اوكي، فقال لي انه قارن الحبيب بالشهيد وين؟ في قوله هذا عندما يقول لكل حديث بينهن بشاشة. طبعا هذا مو من ضمن الحفظ، لان الحفظ بس اول 10 ابيات. زين، لما ربط بينهما؟ ليش ربط بين الشهيد والحبيب؟ يقول ربط بينهما كون مصيرهما كون مصيرهما بالله من الشيطان الرجيم. ربط بينهما كون مصيرهما واحدا، بمعنى أن العشاق الذين يموتون هم شهداء في حضرات الأحبة، ما يعني أنه ربط بين الشهداء والعشاق فكلاهما يموت حنا بما أحب. يعني يقول الشهيد اليوم من يستشهد من أجل الوطن مثلا هو يحب الوطن ويستشهد من أجله، والحبيب اليوم من يحب حبيبته كلش هواي. يعني ساعات وين انتم حب وصخام تصف خامس إعداد رحمة والديك. المهم، فيقول الشهيد والحبيب سوية اثنيناتهم استشهدوا، لأن الحبيب يعني يتعب نفسيته وتعرف انت بعد ماشي. زين، فكلاهما يموتون في حضرات الأحبة، الشهيد والحبيب يموتون في حضرات الأحبة. الشهيد يموت من أجل ما استشهد لأجله، والحبيب يموت لأجل حبيبته. هسه يعني والله العظيم. زين، عمد الشاعر إلى التكرار دل عليه مو دل. شوف هاي نوبات أخطاء طبع عادي، مال طبع هاي قلبي انت مال طبع. بالطبع دول الموظفين من يطبعون بالمطبعة يغلط نوبات. شوف هسه هاي مخلي نقطة هاي كبرها عدال هو دول مسوي لي هذول. المهم، عمد الشاعر إلى التكرار دل على هذا الأسلوب مبينا سبب ذلك. طبعا هو كرر الشاعر التمني بقوله ألا ليت. شوف هذا ألا ليت، هذا ليت، هذا ليت، هاي يصيحوا لها أداة تمني، أداة تمني. أوكي، ودخلت عليها ألا. هاي الألا تدري شو يصيحوا لها حرف استفتاح وتنبيه. هاي تجيك نوبات قبل ليت. أوكي، إذن هو هذا يصيح له ألا ليت أسلوب تمني. فكرر الشاعر التمني بقوله ألا ليت. وشنو كانت أمنيته؟ أمنيته أنه تجمع الأيام بحبيبته متمنيا القرب منها. زين، إلى أي غرض تنتمي القصيدة وإلى أي نوع منها؟ طبعا تنتمي إلى غرض الغزل. الغرض يعني الموضوع، لا موضوع تنتمي إلى موضوع الغزل.
وشنو نوع هذا الغزل؟ العذري، لان انا قلت لك الغزل بنوعين، حسي وعذري. العذري يعني العفيف الطاهر الحسي، الغزل الموزين يعني. تمام. هنا سؤال اخر يقول لك بما يعد الشاعر جميل بثينة، او ممكن شيء يقول لك ما يعد نفس الشيء الشاعر جميل بثينة، ما يعد هذا الشاعر. تقول له يعد من عشاق العرب المشهورين، احب بثينة وطار بها شوقا، ويعد واحدا من شعراء الغزل العذري. زين. ننتقل الى رحمة الله، عفوا ننتقل الى احنا برحمة الله ان شاء الله. ننتقل الى السؤال التالي. هنا أنا يقول لي كان جميل يبث شوقه وحبه إلى بثينة في كل مرة، وظل يقول فيها شعرا حتى وفاته. علل ذلك. شوف هنا علل ما كاتبينه. علل ذلك. علل. ليش جميل بثينة ظل يبث الشوق وحبه إلى بثينة في كل مرة، وظل يقول فيها شعرا حتى وفاته؟ لماذا؟ السبب من أجل أن يؤكد لها وفاءه مهما طال به العمر. مهما طال به العمر يقولها أنا أبقى أحبك. والدليل على ذلك قال: أبلغ بثينة أني لست ناسيها، ما عشت حتى تجيب النفس داعيها، بانت فلا القلب يسلو من تذكرها يوما، ولا نحن في أمر نلاقيها. أوكي زين. السؤال الآخر يقول لي بما بدأ الشاعر قصيدته ولماذا؟ بدأها بالتمني. ألا ليت. لماذا؟ لعودة أيام الصفاء. يقول لي بركة الله ترجع ذيك الأيام، لعودة أيام الصفاء والود مع محبوبته، ويأسي لما مر من الأيام التي جمعته ببثينة، وهو يتمنى عودة هذا. يعني يتمنى ترجع هاي الأيام. ألا ليت أيام الصفاء جديد تجينا من جديد، ودهرا تولى يا بثين. يعود بثين يعني بثينته، بس هذا نداء يصيح له نداء الترخيم، يحذفون الحرف الأخير من المنادى. العرب كانوا مثلا ما يقولوا لك يا حارث، يقول لك يا حاري تعال، هو يقولها يا بثين يعني يا بثينة. ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود، فنغنى كما كنا نكون وأنتم. نعم. بما سألها وماذا أجابته؟ سألها وش قالها؟ إذا قلت ما بي يا بثينة، إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي من الحب، يعني الكتلني حبك. شو تقول له هي؟ إنه ثابت لا يتغير بل يزيد. ماذا صورت القصيدة؟ صورت مشاعر الحب الصادق، ولقد كان لصدق العاطفة وسموها التي تغنى بها جميل أثر كبير، إذ أكد نقاء العاطفة والمودة الصادقة فضلا عن طهره وعفته. إذن هذه القصيدة صورت لمشاعر حب جميل الصادق. أوكي. وكان صدق عاطفته اللي تغنى بها جميل أثر كبير في دوام الحب بيناتهم. ولا هو لو حبها حب مو زين كان عافها من زمان. زين. ما اللغة التي استعملها الشاعر في قصيدته؟ استخدم اللغة الشفافة التي تصل معانيها دون تكلف وصناعة التي سادت. استعمل ألفاظ سهلة تصل إلى السامع بكل سهولة، يعني من دون تكلف أو اصطناع. ما لا تصنع ولا تكلف، كلمات طبيعية ممكن تحسها صعبة، بس القصيدة سهلة بالنسبة للعرب. يعني أنت ممكن تحسها صعبة لأن أنت بعيد عن اللغة العربية، بس اليوم أنت من تقرأ أكثر وأكثر، تقرأ مفردات اللغة العربية، تحس هذه القصيدة جدا سهلة. طلابي الأعزاء، لهنا نكون انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم. دمتم في حفظ الله وأمنه.